محمد علاء طوبار هم لما جم يتعاملوا مع الأهرام. اتفضل يا أستاذ خالد. تم تنبيههم وهم يعرفوا ان التعامل ده بيخضعهم للمساءلة الجنائية، ودي فيها حبس، العقوبة بتاعتها حبس، يعني ما فيهاش هزار وما فيهاش. فعملوا الشركة اللي هي شركة انتر جروب محمد علاء والشركاء، ودي راس مالها 20,000 بس. وبعد كده لو حضرتك بصيت في السجل التجاري، لو جه السجل التجاري دلوقتي هيجيبوا لك الاستاذ خالد اللي بعده. يا استاذ خالد السجل التجاري لو بصيت في الاخر على الشمال هتلاقي ان عنوانها 4 ابن الوليد. 4 ابن الوليد اللي هو نفس شركة نافع حمدي الأصلية اللي احنا بعده برضه يا استاذ خالد. طب ما هنجيبها بس، يعني انت دلوقتي انا عايز برضو الفت نظر الناس لحاجه، عايز الفت نظر حسن حمدي دايما لما بيجي يخاطب بيكتب اسمه حسن حمدي، يعني بيعمل ايه؟ بيقول محمد محمود حمدي اسماعيل وشهرته الكابتن حسن حمدي. ودي هنشوفها دلوقتي. لا دي استنى، بطاقه الاستيراد لشركه انتر جروب محمد علاء طوبار، ده اللي هو البطاقه الاستيراديه اللي اشتغل بيها في الاهرام. دي بتاعت علاء طوبار. هو عمل ايه بقى؟ الشركه دي راحوا خدوا مقر في المقطم وعملوا البطاقه الاستيراديه وابتدت تتعامل مع الاهرام. بعد فتره حوالي 3 اشهر اللي بعده يا استاذ خالد، دي اللي عنوانها في المقطم عشان الناس ما تتوهش مننا. المقطم. أيوة. هنا عملوا بقى تعديل عنوان. أيوة. رجعوا للشركه الام اللي هي 4 خالد بن الوليد، اللي هتلاقي حضرتك العنوان اللي هي انت ظبطتها قانونا انها هي نفس عنوان شركات حسن حمدي. بالظبط. بالظبط. هتيجي البطاقه الاستيراديه الثانيه فيها نفس عنوان 4 خالد بن الوليد. البطاقه الاستيراديه 4 بن الوليد. دي البطاقه الثانيه، ودي بتدل لا يمكن، يعني هم اشهروا الشركه دي اللي كانت واجهه من الباطن في المقطم، وبعد شهرين راحوا جابوها على فين؟ الله ينور عليك. ليثبت ذلك انه ده كله مع بعضهم. بالظبط. اللي بعده يا استاذ خالد، دي اخر حاجه عندنا في الدوبلير. اشكرك يا استاذ خالد. البطاقه الضريبيه لشركه انا هنا بس عايز اعلق. خلي لي البطاقه الضريبيه دي. اتفضل. لو نلاحظ ان مكتوب محمد علاء هتلاقي العنوان بتاعه الخليفه. ايوه، العنوان بتاعه فين؟ الخليفه. هل يعقل ان صاحب شركه بتتعامل مع الاهرام بمئات الملايين انه يبقى ساكن في الخليفه، والخليفه ده حي شعبي؟ هل يعقل هذا؟ يعقل. فين محمد بس لحظه بس، خليني اختلف معاك في دي. يعقل، انا بحب المناطق الشعبيه، ايه المشكله؟ ومليونير تتعامل بمئات الملايين. تيجي ازاي؟ بتوع الخليفه عامله زي الفل. كويس. طب بتعمل لي يعقل. انا همشي مع حضرتك. يعقل. خليني اختلف معاك مره يا لا ماشي، اختلف معايا. يعني هنقول انه يعقل ان هو الراجل ده بيتعامل بمئات الملايين.